الموضوع اللي انا هتكلم فيه خاص بالمحجبات. موضوع حساس، مش عارف ليه هو حساس. لما بنتكلم فيه في بعض الناس بتفهمه يا اما غلط يا اما ممنوع، تابو، ما حدش يتكلم فيه. لا، انا هتكلم فيه دلوقتي. انا عندي في البرنامج عامل دريس كود. يعني ايه دريس كود؟ يعني اي واحده محجبه هتخش عندي تطلع تصور لازم تكون لابسه ما لا يصف ولا يشف. لان انا بعرض برنامج وشاشه وبوري صوره لمصر والمصريين. فابتديت الاحظ، وده بلاحظه في الشارع من زمان، ان بيجيلي ناس ضيوف محجبات لابسين طرحه او تيربان او مغطين راسهم ولابسين بادي وهم ممتلئات شويه، وكل جسمهم متفسر بادي بادي. خلاص، والبادي اسمه بادي على انه جسم، فبيجسم الجسم. وبنطلون ضيق جدا وجزمه بكعب قد كده وفول ميك اب ورموش قد كده. فانا بالنسبه لي طبعا كل واحد حر في لبسه، انا عمري ما هتدخل في حد، بس انا بالنسبه لي ده مش هيطلع على الشاشه. خلاص، فحطيت مع رولز كده ودريس كود للمعروف ان اي سيده محجبه هتظهر عندي في البرنامج لازم تكون لابسه فضفاض، لابسه مش الوان صاخبه. ما ينفعش لو هتلبس بنطلون يبقى واسع. وما بقول لهم بنطلون واسع بقى فيقولوا لي ايه ببنطلون ضيق، اقول لهم بس ده حضرتك مبين كل حاجه. تقولي لا لا ده واسع اهو. واسع ايه يا استاذه؟ بنطلون واسع يعني لما من بعيد ابقى مش شايف رجليكي من بعض اكنه جيب. خلاص، مش قادرين يستوعبوا ده. طب حضرتك، وابتدوا يزعلوا يعني لانهم بيبعتوا لنا حاجات وبعدين يجوا بحاجه تانية. فابتديت اقول لها لا مش هطلعي معايا كده، مش هينفع تطلعي بالمنظر ده. الرد بيكون ايه؟ ما انت بتطلع ناس لابسين عريان، هم مش محجبات. هي اللي اختارت تكون محجبه هي شايفه ان ده فرض وليه شكل زي معين، اللي هو ما انا بالنسبه لي ما لا يصف ولا يشف. مش ما سوري، صدرها مش المفروض يبقى باين. اسف في اللفظ، في خدها الهانش مش المفروض يبقى متفسر. ده اللي انا فاهمه واللي انا شايفه، ان كمان المحجبه هي شايفه انها بتتنازل شويه عن جمالها وما تبقاش ملفته للنظر. صح ولا انا غلطان؟ انا عايز حد يفهمني. فازاي حضرتك بتتحجبي وشايفه ان ده فرض والمفروض تكوني مش ملفته للنظر وانتي لابسه مكسم كومبليتلي؟ انا ساعات بشوف محجبات وساعات بيجوا لي في البرنامج لابسين حاجات مجسمه اكتر في مش محجبات ما بيلبسوهاش. خلاص، فطبعا ابتدى يحصل مشاكل، ابتدى الضيوف تتخانق معانا ويزعلوا. بس مش هتطلعوا، يعني هو هتطلعوا عندي يبقى لازم تبقوا لابسين ما لا يصف ولا يشف لو انتوا محجبات. المصيبه بقى من شهر كان معايا مدرسه ولا سنتر مش فاكر بيعملوا شوهات باليه ومودرن دانسينج. الشوهات تجنن. لقيت 4 بنات هيعملوا شو مودرن دانسينج فيهم 3 بنات محجبات وبنت مش محجبه. لابسين ايه بقى حضراتكم؟ بنطلون ستريتش، اللي هو ستريتش خالص ده، والبادي جواه وعليه بتاع شيفون كده مقطعه مقطعه مقطعه. والبنت بتنزل على الارض في الرقصه تعمل قبه. انتوا عارفين القبه دي اللي هي جسمها كده وحاجات طالعه. فانا عملت ستوب، قلت لهم ايه ده؟ انتوا هتطلعوا انتوا محجبات؟ قالوا لي اه. قلت لهم انتوا ازاي هتطلعوا كده؟ قالوا لي إيه؟ فالمدربه بتاعتهم بتقول لي ايه؟ هم عشان اتحجبوا ما ينفعش يرقصوا باليه او يعملوا مودرن دانس. قلت لها اه عشان هيتحجبوا ما ينفعش يرقصوا. الباليه ليه لبس معين لا يناسب المحجبه، والمودرن دانسينج ليه لبس وحركات لا تناسب المحجبه. ما ينفعش. قلت لها اللي اختارت تتحجب البنات عندهم 14 سنه اللي هم اختاروا يتحجبوا يبقى هم لازم يبقوا فاهمين ان في حاجات في الحياه مش هيعملوها، هيتنازلوا عنها عشان المفروض ياخدوا ثواب، عشان هم تنازلوا عن هذه الاشياء. طبعا انا بتكلم وهي بتبص لي مش مقتنع باللي انا بقوله. والبنات عيطوا واضطريت بقى عشان اراضيهم
اعمل الشو واخلي كل الكاميرات في اللونج، لان انا والبنات بتعمل اوبا انا بقيت ابص الناحيه التانيه بغض البصر، كل حاجه باينه. مش ممكن. يا رب ما يشوفوش الفيديو ده عشان ما يزعلوش.